انا حطيت هنا اهو معلقه ملح ومعلقه زيت. هنزل بالمكرونه اهو. المكرونه بتاعت الكشري المصري اهو. المكرونه بتاعت الكشري المصري. انا هنا حطيت نص معلقه سمنه، نص معلقه زيت، وهحمر الشعريه بتاعت الكشري اهو. معايا كوبايه، معايا مج بتاع الشاي اهو. معايا مج شعريه من مج الشاي العادي. هحمر الشعريه بتاعت الكشري المصري. انا هنا حطيت العدس ابو جبه يتسلق شويه. بعد كده هنزل عليه بالرز، حطيت عليه معلقه ملح صغيره. المكرونه اهي انا نزلتها من على النار وصفيتها، حطيت عليها شويه ميه ساقعين، وحطيت عليها معلقه زيت بالمعلقه ديت عشان تكونها على طول مفرفره. دي المكرونه بتاعت الكشري المصري. بص يا حبايبي اهو العدس قرب يستوي، هنزل عليه بالرز اهو. وهنزل عليه بالشعريه اللي انا محمراها اهو. عشان كله يستوي مع بعضه اهو. هنزل عليه بقى بايه؟ نص معلقه كمون اهو لازم، نص معلقه فلفل اسود لازم، ملح. ده الرز بتاع الكشري المصري. انا هغطي عليه واسيبه يستوي براحته خالص. بصوا يا حبايبي انا خرجت هنا بصلتين وحطيت عليهم شويه دقيق عشان يطلعوا ايه؟ مقرمشين. ده البصل بتاع الكشري اهو. قطعت كمان شويه اهو. عشان يطلع معاكي مقرمش خالص. وهنا الزيت اهو، حطيت زيت اهو عشان احمر فيه البصل بتاع الكشري. انا هنا حطيت زيت عشان احمر البصل بتاع الكشري. لسه شويه. إيه يا حبايبي، إيه احنا وصلنا مع بعض لغايه هنا. إيه ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا له متابعه للقناه وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد انا بقدمه لكم. فيلا بينا نكملوا الاكل. انا حطيت هنا البصل اهو. إيه يا حبايبي البصل اهو. البصل اهو طالع مقرمش وطالع حلو خالص اهو. هكمل بقيه البصل وارجع لكم. بصوا يا حبايبي الرز اهو انا خلصت البصل. هعمل ايه بقى؟ لازم الحبه دول مقدرش اقول لكم عليهم ايه، بيخلوا الكشري في حته تانية خالص اهو. صدقوني بيخلوا الكشري في حته تانية خالص، بيخلوا الكشري طعمه جميل. ايه يا حبايبي انا دلوقتي هعمل الصلصه بتاعه الكشري. انا حطيت معلقه توم ومعلقه زيت، فهصفرهم بس مش هحمرهم، وهنزل عليهم بالطماطم. ايه يا حبايبي خلصنا طبق الكشري اهو. طبق الكشري جاهز، طبق الكشري خلصان، طبق الكشري حلو. فمخدش معايا وقت، فيا رب يعجبكم. إيه واشوفكم بكره ان شاء الله يا حبايبي على خير.